المسخن الفلسطيني أكلة عريقة من أرض الزيت والزيتون، بتذكرنا بصوت أجدادنا وباللمة اللي بتكون حواليه لما نلتمها. تعالوا أعطيكم كل أسرارها بطريقة تقليدية تعلمتها من تيتا الله يرحمها، بطعم راجع من الماضي، على أصولها ولا غلطة وعلى مسؤوليتي. بدي أحلى لايك، يلا نبلش. بالنسبة للدجاج رح يمرق بثلاث مراحل: التنظيف والنقع والتتبيل، فجهزوه قبل بوقت أحسن. عندي أربع حبات متوسطات من الدجاج، رح أحتفظ بالجلد والعظم وأشيل سلسلة الظهر والرقاب. بنظف الدجاج بالسكين الأجزاء اللي بتكون حواليها، القطع البيضة الصغيرة بنتخلص منها كلياتها، وبعدين بنعمل التنظيف اللي احنا متعودين عليه للدجاج، بنغسله بالمي بعدين وبنصفيه حتى نفوت بالمرحله الثانيه. المرحله الثانيه هي نقع الدجاج باللبن وبينهم شرحات من الليمون بقشرها. بترك الدجاج بالنقعه هاي لمده ساعه، بعدين بغسله بصفيه من المي 100% عشان لما نرش البهار على الدجاج ونتبله يمسك فيه. اخر مرحله هي تتبيل الدجاج، رح اضيف على تتبيل الدجاج بهارات بكميات كتير بسيطه، يا دوب رشه باطراف اصابعي بس لحتى نعمل نكهات بدون ما يكون فيه ولا اي طعم طاغي. برش فلفل اسود، قرفه مطحونه، كمون، بهارات السبعه، هيل، جوز الطيب، وما ننسى طبعا زيت زيتون بكر اصلي جودته ممتازه. وما ننسى كمان نضيف رشه من الملح على الدجاج. السماق رح نتركه لنهايه الطبخه لانه اذا ضفناه من هلا بمرر. بعدين بنوزع التتبيله على الدجاج كتير منيح، بعد نص ساعه بنقدر نطبخه، بس انا رح اتركه لتاني يوم. تاني يوم بلشت بتقطيع البصل، تقطيعه حجم متوسط، عندي كان 8 كيلو من البصل لاني مستعمله 4 دجاجات. بدي اعطيكم قواعد ثابته للمسخن، ما بزبط المسخن في البصل الابيض، ضروري انه يكون البصل احمر. تاني شيء كيف بدي اعرف الوزن المناسب ما بين البصل والدجاج والخبز. كل رغيف خبز طابون كبير بيستهلك منا 1 كيلو من البصل، اذا كان حجم الخبز وسط بنستهلك نص كيلو من البصل. على هذا الاساس رح تعرفوا تطبخوا المسخن شو ما كانت الكميه عندكم. انا حاسبه لكل رغيفين طابون حجم وسط دجاجه وكيلو من البصل. بدي احكي لكم قاعده كتير مهمه: البصل بينضاف له الزيت على البارد، لانه احنا ما بنقلي البصل، يعني ما بصير نحط الزيت يحمى بعدين ننزل عليه البصل بعدين نهدي النار، لازم نحط الزيت مع البصل وهو بارد قبل ما نحطه على عين النار. والدجاج كمان ما بينسلق، الدجاج لازم يستوي على ميه البصل اللي رح تنزل من البصل. وبعد هالملاحظات بنرجع لاكلتنا. بعد ما قطعت البصل ضفت عليه الملح ونفس البهارات اللي انا ضفتها على الدجاج بس بكميات شوي اكثر، يعني معلقه صغيره من كل البهارات بدون ما اخلي ولا اي طعم طاغي. طبعا احنا اعتمادنا الرئيسي على السماق البلدي بين قوسين بنهايه الطبخه، فبما انه كميه البصل عندي كبيره اخذت معلقه صغيره من كل البهارات اللي ضفتها على الدجاج، زي ما قلت فلفل اسود، قرفه مطحونه، كمون، بهارات سبعه، هيل، جوز الطيب، والملح وزيت الزيتون. طبعا ضروري اني اضيف زيت زيتون كثير. وكيف اقدر اتاكد من وزن الزيت زيتون هل هو مناسب للبصل او لا؟ بعد ما اقلب كل شيء في ايدي بضغط بكامل كفه ايدي على طرف الطنجره، اذا انا شفت الزيت مبين من بين اصابع ايدي اذا 100% وزن الزيت على البصل ممتاز، اما اذا كان طالع فوق اصابع ايدي فاذا زياده. وبالنسبه للدجاج اللي تبلناه قبل بيوم بحطه بالطنجره جنبي كمان قبل ما احط الطنجره على النار. ببلش في صدور الدجاج وبنزل عليهم ربع كميه البصل اللي احنا قلبناها بالطنجره الثانيه جنبيها، وبخلط البصل مع الدجاج في الطنجره وبتاكد من وزن الزيت بالجهتين للدجاج وللبصل. وهيك بنكون جهزنا اكلتنا ويلا نروح على مرحله الطبخ. بالنسبه للبصل بحطه على النار المتوسطة إلى هادية على حسب قوة شعلة النار عندكم، بستناه على مهله لحتى يصير شفاف بدون ما ينهرس، بعد هيك بضيف له السماق البلدي. أما بالنسبة للدجاج بحطه على العين الوسط والشعلة وسط. بعد الربع ساعة ما ننسى نحط فخاد الدجاج ونسكر على الدجاج ونستناه يستوي على مهله. نلقي نظرة على البصل، هون بلش عندي يستوي. بروح بهالفترة بقلي اللوز، ضروري نكون كرمة فيه. وهون بعد ما استوى معي الدجاج رح أطلع قطع الدجاج على صينية الشوي لأني رح أشويهم بعد شوي. ولاحظوا المرقة قديش كمية المرقة نزلت من الدجاج وبدون إضافة مية، هاي مية البصل. هون رح أشوي الدجاج عندي من الجهتين، من جهة العظم وجهة الجلد، فكل جهة قبل ما أشويها رح أضيف لها الإضافات هاي. رح أمسح كل حبة بزيت الزيتون، أرش فلفل أسود ورشة ملح ورشة سماق بلدي، وبحط الدجاج بالفرن يتحمر من هذا الوجه. وبعد ما ياخد اللون اللي أنا بدي إياه بقلبه على الجهة الثانية وبرجع بضيف نفس الإضافات اللي ضفناها على الوجه الأول. هون وصل معنا البصل لمرحلة السوى اللي بنستناها، بس قبل ما أضيف السماق باخد مج من مرقة الدجاج اللي عملناها قبل شوي وبضيفها على البصل لحتى البصل ياخد من نكهة الدجاج. وما ننسى إنه السماق ضروري يكون بلدي، والسماق إضافته على حسب رغبتكم. أنا صراحة بحب السماق كتير فراح أضيفه هلا، وكمان راح أضيفه على وجه الخبزة. وهون تحمير الدجاج من هذا الوجه خلص، بقلبه على الجهة الثانية، بعمل نفس الإضافات اللي أنا ضفتها على الوجه هذا وبرجعه لحتى يتحمر. وهلا بدنا نطبق أكلتنا، بدنا نفصل البصل عن المرقة والزيت اللي ضلت معنا جوا الطنجرة، يعني بصفيهم لأنه أنا بدي أغطس الخبزة بالزيت مع المرقة هذه وفوقها أحط البصل. فبنمسك خبزة خبزة من الطابون بنغطسها في المرقة هاي بشكل سريع، يا إما كلها أو أطرافها، بعدين بنعصر شوي الخبزة وبنفردها وبنحط عليها البصل وفوقها رشة من السماق البلدي. وبخلص باقي الخبزات اللي عندي بنفس الطريقة، يا إما بتشووهم رغيف رغيف جوا الفرن أو تعملوا زيي تحطوهم كلهم جنب بعض بصينية كتير كبيرة، وأي رغيف بينشوى اسحبوه واتركوا مجال للي بعده لحتى ينشوى. الدجاج انشوى من الجهة الثانية، الخبزات كلهم خلصتهم. عملت أكتر حركة بحبها، آخر شي باخذ مغرفة من المرقة وبوزعها على كل الخبزات من كل الجهات وبحطهم بالفرن هلا يتحمروا. كل ما يتحمر معي رغيف بسحبه وبستنى اللي بعده لحتى يتحمر
وبحطهم فوق بعض، وبين كل رغيف والتاني رح أحط لوز مقلي، وهيك بنكون خلصنا أكلتنا. بصراحة بتستاهل هالوقت وبتستاهل هالجهد، طعمها بجنن. شوفوا حتى تحمير البصل، الدجاج، الخبز، وهيك بنكون خلصنا إحنا المسخن بالطريقة التقليدية الفلسطينية. بتمنى إنه الفيديو عجبكم، الطريقة كمان عجبتكم، ولما تجربوا كمان يعجبكم الطعم. وهيك أكلة ما بتتفوت، وأكيد بدها لمة حلوة مثل لمتنا هون. لا تنسوني من آرائكم في الكومنت، ولا تنسوني أكيد من اللايك، وشكرا.